اليوم غنهضروا على التسميد ديال شجرة الزيتون. كما كتعلموا يعني المغرب ما شاء الله راه لتجأ لهاد الشجرة المباركة. بالنسبة للتسميد راه مهم. كنعناو بالشجرة، يعني كنحصلوا على واحد المنتوج اللي راه عالي وجيد من حيث النوعية أو من حيث الجودة. يعني في الأول لازم علينا نتبعوا بعض يعني المراحل. مرحلة يعني ما قبل الزراعة، قبل ما نزرعو خصنا بيان سور نحضروا الأرض تكون مزيانة بالعناصر الأساسية. يعني نزيدو واحد السماد عضوي بيان سور مخمر بشكل جيد. وأيضا نخلطو هاد الأسمدة بالتراب مزيان قبل ما نزرعو. بعد ما نزرعو ولا في البيبينيير كنقومو يعني بواحد العملية ديال التسميد على حسب العمر ديال الشجرة. دابا كل ما الشجرة كانت صغيرة، عندها بين عام حتى ل4 سنين، نقدروا نعطيوها تقريبا واحد السماد اللي أقل من وحدة اللي عندها مثلا 15 عام ولا 10 سنين ولا. وهاد السماد باش كنعرفوا الكمية ديالو فلازم علينا نقوموا بتحليلات ديال التربة. تحليلات ديال التربة اللي هما مهمين، كيعطيونا شنو هما العناصر يعني الأساسية اللي هما الأزوت والفوسفور والبوتاس، والعناصر الثانوية يعني الحديد، النحاس، المغنيسيوم والعناصر الأخرى. فمرحبا بكم الإخوان. عندكم شي تساؤل فيما يخص هذا الزيتون فمرحبا بكم. هذا فيما يخص التسميد. ما فيما يخص الري على حسب المنطقة، على حسب الحرارة. وكنصحوا أن الإخوان يتبعوا واحد الجدولة ديال الري اللي تكون يعني كتعتمد على واحد الطرق علمية. يعني سواء كنديروا طونسوميترات في الأرض أو يعني كتكون واحد محطة الأرصاد الجوية اللي كتعطينا كمية النتح الحقيقي اللي بها كيمكن لينا نتبازاو باش نعرفوا الكمية الحقيقية اللي خصنا نعطيو للنبتة. ما خصناش نعطيوها أكثر وما خصناش نعطشوها نعطيوها قل. هو على العموم شجر الزيتون فمنه بين الشجر اللي كي يقاوم العطش، ماشي بحال الأشجار الأخرى كالتفاح مثلا، الليمون أو الخضروات. إذا كان عندكم أي تساؤل فيما يخص الري ولا التسميد مرحبا.